السلام عليكم خواتاتي خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم غادي نقدم لكم هذه تحليه اقتصاديه درتها غير بنص لتر حليب وتجي بزاف بنينه وتشهي، ومقادير بسيطه وموجوده في كل بيت. نخليكم مع الوصفه وفرجه ممتعه. نبداو اولا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنايا في هذه التحليه ديت 100 غرام تاع بسكوي، اي بسكوي يكون عندكم في الدار. هنا غادي نطحنه كما راكم تشوفوا، نطحنه على هذا الشكل. ومن بعد هنايا كي طحنت البسكويت تاعي نزيد عليه مغرف كبيره تاع كاكاو مر، ونخلط بهذا الشكل. هنا بعد ما خلطت مليح غادي ندير هاد البسكويت تاعي في كيسات اللي غادي نقدم فيهم التحليه. هنايا درت 6 تاع الكيسان، كل كاس ندير فيه 2 مغارف كبار تاع هاد البسكوي المطحون كما راكم تشوفوا. ومن بعد غادي كي نكمل نعمر الكيسان تاوعي غادي نضغط عليه. كما قلت لكم كل كاس ندير فيه 2 مغارف كبار، غادي نضغط عليه بهذا الشكل. نضغطوا عليه بالمغرف كما راكم تشوفوا. وهذه التحليه بزاف سهله وعناصر بسيطه. كما قلت لكم نص لتر تاع حليب غادي تحضروا تحليه وتفرحوا بها العائله تاعكم. دروك هنا في كاسرونه غادي ندير ربع لتر تاع حليب. صافي هنا ديت 250 مليلتر. نزيد عليها مغرف كبيره تاع مايزينا، ونزيد نص مغرف، ديت مغرف ونص تاع مايزينا. نخلط المايزينا مع الحليب، وهنا الحليب يكون بارد. ومن بعد ندير الكاسرونه تاعي نديرها على النار ونقعد نخلط حتى الحليب تاعي يولي ثقيل. هنا اللي تقعدوا تحركوا حتى الحليب تاعكم يبدا يعقد. هنا الحليب تاعي كي بدا يتقال غادي نطفي عليه ونمر المرحله المواليه. دروك هنا في كاسرونه واحده اخرى، هنايا ديت حوالي هنايا 50 غرام تاع سكر، حوالي 2 مغارف كبار. غادي ندوبهم على شكل كراميل، نخليهم يذوبوا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. كي يذوبوا مليح ويولوا لي يدوا هذا اللون البني، غادي نجيب هذاك الخليط تاع المايزينا مع الحليب ونفرغه على هذا الخليط تاع الكراميل تاع السكر اللي داب لي. نخلط مليح بهذا الشكل، نفرغ كاع الخليط اللي عندي ونقعد نحرك حتى يندمج هذاك الخليط مع هذاك السكر اللي داب لي مع داك الكراميل. غادي نخلط مليح، نخلطه هنايا حوالي دقيقه ونطفي عليه. هنايا راه واجد، غادي نمروا المرحله المواليه. هنا في هذوك الكيسات غادي نفرغ هذيك الكميه تاع الخليط تاع الكراميل تاع الحليب اللي خلطته بالكراميل. غادي نعمر الكيسان تاوعي بهذا الشكل، نعمر كاع الكيسان تاوعي كما راكم تشوفوا. وكما قلت لكم هذه التحليه بزاف سهله، توجدوها للسهرات ولا لضيافكم ولا لولادكم. وهنا كي عمرت الكيسان تاوعي نخليهم يبردوا ونفوت نوجد الطبقه الثانيه. دروك هنا في نفس الكسرونه، في كسرونه غادي ندي هنا تاني 250 ملل تاع حليب، ربع لتر. وغادي نزيد عليها مغرف تاع مايزينا، مغرف ونص كيما الخلطه الاولى. ونزيد عليها 2 مغارف كبار تاع سكر. وغادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. ندير عليها 2 مغارف كبار تاع سكر، ونزيد عليها مغرف تاع كاكاو مر. وهنايا نخلطوا الكل. هنايا درت كل شيء بارد في بارد ونخلط الكل، خلط مليح حتى يتجانسوا العناصر مع بعض. كما قلت لكم هاد التحليه سهله، ما فيها لا كريمه لا زبده لا بيض، تحليه بزاف سهله. غادي نخلط مليح هنايا العناصر تجانسوا، غادي نحطها فوق النار حتى يتقال لي الخليط. نقعد نحركه، انا درتها نار قليله ونقعد نحرك حتى نشوف الخليط تاعي ولا ثقيل ولا عاقد. هنا الخليط تاعي راه ثقيل. دروك نروح ندير هذا الخليط نديره في الكيسات، نديره في الكيسان عفوا. دروك ندير الخليط تاعي تاع الشوكولا نعمر به هاد الكيسان. وهاد التحليه ما تنساوش تجربوها
وتعطوني رايكم فيها. هنا غادي نعمر كاع الكيسان تاوعي بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هنايا بعد ما عمرت كاع الكيسان تاوعي بهذيك الخليط تاع الشوكولا، دروك هنايا نرشهم رشه خفيفه تاع كاكاو كما راكم تشوفوا. ندير هنا رشه خفيفه على كل كاس. هنايا التحليه تاعي نخليها تبرد مليح باش نقدمها. انا هنا قدمتها لكم ما خليتهاش بردت بزاف، بصح كون تخلوها تبرد غادي تشد راسها اكثر. غادي نقلع لكم هنايا بالمغرف تشوفوا كي جات من الداخل. كما قلت لكم هذه التحليه تجي بزاف بنينه وتجي حلوه وتجي هكا مليحه في الحلاوه تاعها. نتمنى منكم تجربوها وخلوها تبرد. انا هنا ما خليتهاش بردت بزاف، نتوما خلوها تبرد حوالي 3 سوايع ولا اكثر. وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والى الوصفه المقبله ان شاء الله، والسلام عليكم.